يتسم الوجود اليهودي بالمغرب بالقدم، وترجح عدد من الدراسات أن قدومهم جاء في أعقاب خراب الهيكل الأول في عام 586 قبل الميلاد، وتوالت بعد ذلك الهجرات، وكانت أقواها ما حصل بعد ظهور علامات النفي والترحيل والطرد لليهود والمسلمين من الأندلس في عام 1492 والبرتغال في عام 1497. ويقر اليهود قاطبة بأن المغرب استقبلهم وآواهم بمنطق متسامح، وقد قدر عدد اليهود الذين غادروا إسبانيا في 1492 ب200,000، منهم 100 أو 120,000 توجهوا نحو البرتغال، حيث لاقوا مصيرا مأساويا قبل أن يطردوا ويفر جزء منهم إلى البلاد الإسلامية في 1497، حيث كان يوجد أصلا 50,000 من اللاجئين. ولم يكن الاستقرار اليهودي مسألة عابرة، بل إن ملاحقة القوى الأجنبية لهم جعلتهم يعددون مواطن استقرارهم، واختلطوا مع القبائل الأمازيغية بالمغرب في الجبال، حتى تهود أفراد من بعض القبائل. وكان لقدم الاستقرار بالمغرب انعكاسات بالغة على طبيعة اليهودية المغربية، حيث أثرت خصوصية البيئة وتميز الوجود الإسلامي بالمغرب، وما أفرزه من تبلور لسياق حضاري مغاير للسياق الحضاري الغربي الذي تبلورت من داخله الظاهرة اليهودية الصهيونية المعاصرة. وفي دراسة عبد الوهاب المسيري عن من هو اليهودي، يبرز أن الجماعات اليهودية في العالم طورت هويات يهودية خاصة بها، والتي تحددت في غياب سلطة يهودية مركزية دينية أو دنيوية، وعبر الاحتكاك مع عشرات التشكيلات الحضارية ومن خلالها. وتتسم هذه الهويات باستقلال نسبي عن سياقها الحضاري، شأنها شأن هويات الجماعات الإثنية والدينية، ولكنها في الوقت نفسه لا تنتمي إلى هوية يهودية واحدة عالمية. الهوية اليهودية المغربية. واتسمت الهوية اليهودية المغربية بتدينها بل وتشددها في الالتزام الحرفي بالدين اليهودي ومعتقدات التوراة والتلمود. ويمكن هنا الإحالة على دراسات حاييم زعفراني جاوزت 70 دراسة عن مختلف أبعاد الهوية اليهودية المغربية وإبراز الطابع الديني لها، أو دراسات بن عامي إسشار التي ركزت على ظاهرة أولياء وقديسي اليهود المغاربة، حيث أحصت وجود 652 وليا، ضمنهم 126 مشتركا بين المسلمين واليهود، و15 وليا مسلما يقدسه اليهود، و90 وليا يهوديا عند المسلمين، ويتنازعون في 36 وليا كل ينسبه إليه. وقد أصدر صاموئيل يوسف بن عيم في 1980 دراسة مفصلة عن مراسيم ما يزيد عن 50 هيلولة، احتفال ديني يهودي مغربي مرتبطة بمواسم الأولياء اليهود بالمغرب، التي تبرز حالة السعي اليهودي بالمغرب للتماهي مع القديسين وتجديد هذا السعي سنوياً.